سؤال. تمام. حضرتك بتقول ان انت عايز تتجوز صديقة واحدة وصديقتها. طيب ولو حضرتك عامل السؤال ده من باب ان حضرتك تضحك او تهرج او كده، هو عامة ما يضحكش. بس لو افترضنا ان حضرتك فعلا بتسأل في الموضوع ده، ان فعلا عايز تتجوز واحدة وصديقتها، اول حاجة حضرتك آه تقدر تعدل ما بينهم من جميع الحالات كلها. يعني حضرتك مستواك المادي كويس، صحتك كويسه، تقدر ان انت تعدل ما بينهم عدل ربنا ما يحاسبكش يوم القيامه عليه. طب لو افترضنا ان كده هم هيقبلوا، هيرضوا بده. هقول لك حاجه، ان في فعلا ناس كتير لقيتها، مش كتير في ناس فعلا من كتر حبها في صديقتها بتبقى فعلا عايزه تجوزها جوزها. ده اللي انا شفتها قدامي فعلا. على فكره الناس دي بتبقى عندها خلل في دماغها. يعني اللي ترضى، يعني من شده حبها لصديقتها ان هي عايزه تتجوز راجل واحد هما الاثنين عشان يفضلوا مع بعض، ده بيبقى عندهم خلل في دماغهم. ليه؟ بيبقى عندهم تعلق فوق اللازم بالاشخاص اللي حواليهم. يعني هما بيبقوا مش اصحاء نفسيا، مش 100% اصحاء نفسيا. عندهم شويه حاجات عايزه تتعدل، شويه حاجات عايزه تتظبط. انما لو حضرتك تمام وهم مقتنعين بده، ليه لا؟ يعني انت بالنسبه لك ليه لا؟ انما انا كشخص متخصص لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش خالص. يعني مش شايفاها لطيفه ابدا ابدا ابدا، يعني بصراحه. ومش هيفضلوا يحبوا بعض على فكره، ومش هيريحوك على فكره. بالنسبه لي انا لا. بالنسبه لحضرتك بقى انت، الحكم والقرار بيبقى ليك انك تخوض التجربه. هل هتنفع معاك؟ هل هتفشل؟ بس انا بقول لك من دلوقتي اتمنى تكون اجابتي وفت وكفت لحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله.